التشيع والقرآن على طرفي نقيض، فإما أن تكون مع القرآن وتترك التشيع، وإما أن تتمسك بالتشيع وتترك القرآن. ولا أعتقد أن مسلما حريصا على إسلامه يوافق على أن يبتعد عن القرآن ويترك القرآن. أن من أهم الدوافع والأسباب التي أنقذتني من ضلال التشيع المذهبي وهدتني إلى مدرسة أهل السنة والجماعة، وهي المدرسة الحق التي عبر عنها الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما أنا عليه وأصحابي. هي هذه مدرسة أهل السنة والجماعة، هي ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من أهم الأمور التي قادتني إلى هذه المدرسة هو اكتشافي للتنافي بين القرآن وبين التشيع.